السلام عليكم أينما كنتم، وأسعد الله أوقاتكم. زمان كنت أعرف واحد صاحبي كان شخص عادي جدا، حاول كتير كتير قوي وفشل. وكنت أعرف واحد تاني حاول كتير برضه كتير قوي وربنا كرمه ونجح. انت بقى عايز يتقال عليك ايه لما حد يفتكرك؟ نجحت ولا فشلت ولا لسه بتحاول؟ هو صحيح طز في الناس، بس ده لا يمنع ان الشخص سمعة، والسمعة بقى مش هتيجي الا عن طريق الناس. عايز يتقال عليك ايه؟ اعرف انه اللي بتعمله النهاردة هو بعد كام شهر بس هيكون تاريخك اللي بنيته بنفسك الفترة اللي فاتت. طور نفسك في الحاجات اللي انت شايف انها بسيطة، لانها بالتدريج هتكبر وتتطور وتبقى اسلوب حياة وتفكير. مثلا الوقت احترمه اكتر، لما تدي ميعاد ما تقولش بعد الظهر، قول الساعة 2 مثلا. لما يكون عندك ميعاد الساعة 5 عود نفسك تكون في المكان قبلها بربع ساعة، يعني 5:15. خلي معاك دايما ورقة وقلم أو تكتب على المحمول بعض الجمل والنصايح اللي هتبص فيها كل شوية وترتبها بالشكل اللي يناسبك. فكرة طقت في دماغك فجأة، جملة ولا نصيحة سمعتها من شخص ما، وهكذا. بالمناسبة اتعلم تسمع أكتر ما تتكلم، واتعلم تسمع الأول للآخر وبعدين تتكلم. بالمناسبة كمان فقد الشيء لا يعطيه، الكلام ده غلط على فكرة. لو هنقول إنه الشخص مثلا فقد للنجاح فده معناه إنه فشل؟ طيب ما هو في حاجة اسمها خبرة الفشل. اسمع الشخص وشغل عقلك، ممكن تعمل عكس نصايحه. ممكن الشخص يكون فشل صحيح لكن نجح بنسبة 10%. طيب ما تاخد 10% دول من تجربته، وهكذا. اسمع للكل وخلي مخك يغربل الكلام، واختار اللي يناسبك واعمله انت بطريقتك. كل 3 شهور اعمل لروحك كشف حساب. قريت كم كتاب في مجالك؟ اتعرفت على كم شخص جديد في مجالك؟ كسبت كم من شغلك؟ حققت كم في المية من اللي كان المفروض تحققه؟ وحتى لو كنت حققت 100% فلازم تعرف الأسباب عشان تستمر بنفس الطريقة. ولو حققت أقل برضو لازم تعرف ليه عشان تتطور. اوعى تفرح بالأرقام وبس، لازم دايما تحس نفسك بتتغير بشكل ملحوظ كل 3 شهور. اوعى تخلي الأيام والشهور تعدي منك من غير ما تحس. وإلا لو سألت نفسك سؤال، هو أنا اتعلمت إيه خلال 5 سنين اللي فاتوا؟ هتلاقي إجابتك إن كل اللي اتعلمته يدوب يكفي 2 شهر بس من 5 سنين، و4 سنين و10 شهور ضاعوا على الفاضي. خلي بالك أنا قلت لك 5 سنين بس مش أكتر. أكيد أنت فهمت الرسالة. حضرات السادة الأفاضل، ده الفرق الجوهري بين اللي بيخطط لحياته واللي مش بيخطط. اللي بيخطط عارف طريقه وهدفه، وكل يوم بيتحرك ليه وبيحاول يمشي ليه. بيقع شوية، بيتعطل شوية، وفي النهاية حتى لو حقق 80% ولا حتى لو فشل وحقق مثلا 40% فهيكون أحسن من اللي ما خططش أصلا. اللي ما خططش ده يا حضرات سايب نفسه الدنيا توديه وتجيبه، بيرضى باللي بيحققه وبس، ومن غير أي دافع جواه، وكأن ده بس اللي بيقدر يعمله. خد بالك من حاجة مهمة جدا جدا جدا،
هقول لك أرقام علشان تستوعب أكتر. هفترض إنه حضرتك مثلا دخلك الشهري $1000، وحضرتك حطيت هدف إنهم يبقوا $3000. في النهاية بعد وقت وصلت للرقم ده فعلا. ألف مبروك، بجد هفرح لك. المهم إنك فوجئت إنه صديق ليك مش بيخطط ولا حاجة ودخله $4000 في الشهر. هتقولي ما هو أهو مش بيخطط ودخله أعلى مني. أنا هبصلك كده نظرة عميقة وأقولك مدحية لا تكون عايز تطلعني غلطان قدام الناس وعلى النت كمان. يا ولا صلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. شوف يا سيدي، صاحبك ده عمل كام في المية زيادة في دخله؟ 0%. هو أصلا كان بياخد $4000. طيب وحضرتك عملت كام في المية زيادة؟ عملت 200%. ألف مبروك، مرة تاني بجد فرحت لك. طيب يعني حضرتك حصل تطور في دخلك ب200%. حلو. ومين اللي عمل التطور ده؟ أنا؟ لا مش أنا اللي هو أنت يعني، ما علينا. المهم طيب يعني حضرتك بتقارن نفسك بشخص تاني، وأنت شخصيا زودت دخلك وقدراتك وعقلك 200%، وتبص للشخص التاني اللي بتقول ده أنا لسه ما حصلتش دخله. طيب ما هي سهلة اهي، هو حياته زي ما هي وما عملش أي تطور، وانت اللي حياتك اتغيرت تماما، وبالعكس انت اللي هتستمر في التطور والزيادة دي. ليه؟ لأنك عرفت الطريق وانت اللي عملته بنفسك، فهتعديه. اطمن، بس هي مسألة وقت. بس ده كمان يبين لك انت كنت فين، والمسافة بينك وبين الناس كانت كام، وكل ما بتطور من نفسك شوف المسافة بتوصل لفين. فهمت حاجة يا أخ؟ شوف، أيامك ووقتك كده بيعدي، ونتائج شغلك بتحصل نتيجة خبراتك وأهدافك وخطة العمل بتاعتك وانت وشطارتك. المهم النتيجة في النهاية، محدش بيهتم بالتفاصيل. اهتم قوي انك تعمل علاقات في مجال شغلك، بالصغير قبل الكبير، ويا سلام لو شوية منهم يكونوا برا البلد. محدش عارف بكرة فيه ايه، يمكن تحتاج لحد فيهم، وإن ما احتجتش اديكم بتتكلموا في نفس المجال وبتتابع الجديد دايما وبتطوروا بعض. بص دايما وراك وارجع سنة واتنين وشوف غلطاتك واعرف عملتها ليه، وحاول انك ما تكررش غلطاتك على قد ما تقدر. حاول طول الوقت، افضل حاول تصلح من اخطائك، تطور من نفسك، تحقق اهداف حتى لو مش كلها، بس ارفع النسب على قد ما تقدر. فكرة الاصرار على المحاولة اصلا بيقوي عظمك، بيطور من ادائك وانت مش واخد بالك. صدقني هتصيب معاك، بس ايه بقى؟ الاستمرارية والاصرار وانت وشطارتك. وانت ماشي في طريقك بقى اتعلم جبر الخواطر. هتلاقي ناس نفسها تيجي تحكي مع حد حتى لو فضفضة، اسمعهم. هتلاقي ناس مكسوفة تقول انه نفسها تبقى كذا، شجعهم. لاحظ انهم بيعانوا من اللي انت عانيت او بتعاني منهم، من نفس الناس يعني. شجعهم واسمع لهم، واوعى تعمل زي اللي اتعمل معاك. تخيل انك ممكن مصير شخص بكلمتين، حتى لو انت مش مقتنع بيهم ومش مصدق انه ممكن يعمل كده، بس انت قلتهم جبر خواطر، بس طبعا تقولهم بذكاء عشان يصدقك. تخيل بقى لو صدقك واقتنع بنفسه وقدر ونجح،
وانت أخدت ثواب البذرة اللي زرعتها فيه. ده كده يبقى الدنيا وما فيها. ربنا يجعلنا من جابرين الخواطر. قولوا آمين. آمين.